اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كوره الجمهور. حلقه بعنوان الفلوس مش كل حاجه. النهارده بيراميدز يخسر ويتم اقصائه من نادي فيوتشر في كاس السوبر للابطال، الكاس بنسخته الجديده. رقم واحد، العند مش كل حاجه. العند مش كل حاجه، بمعنى بيراميدز خلق، بيراميدز اتعمل عندنا في الاهلي وعندنا في الانديه الكبيره زي الاهلي زي الزمالك زي غيره، ولكن الفرق كبير جدا جدا اكبر مما تتخيل. فرقه زي الاهلي، فرقه زي الزمالك، هي فرقه مش مجرد مجموعه من اللعيبه وخلاص، هو كيان مبني. الكيان ده بيدعمه جماهير، بيدعمه مؤسسات، بيدعمه اكتر من حاجه. التيم ده مبني على اسس، مبني على مبادئ، ليه قيم بيمشي بيها. النهارده بيراميدز بيخسر بضربات الجزاء امام فيوتشر في مباراه بعنوان رقم واحد فلوس مش كل حاجه، رقم اتنين المباراه ما كانتش عاوزه تخلص، مباراه النفس طويل، مباراه شد الاعصاب، مباراه توتر كبير جدا جدا موجود داخل ارضيه الملعب. وخلينا اقول كلمه، يعني الحقيقه يمكن المدرب الاقل حظا في مصر هو باتشيكو. باتشيكو مدرب كبير جدا جدا على صعيد الفنيات او على صعيد المدربين، هو مدرب كبير جدا جدا بيمتلك فكر كبير داخل ارضيه الملعب، ولكن الحظ لم يحالفه حتى الان، سواء مع نادي الزمالك في نهائي القرن او مع بيراميدز في الوقت الحالي. على نظيره كابتن مدير الفني لنادي فيوتشر، المدير الفني الاجنبي، بنشوف اداء، بنشوف جرينتا، بنشوف تركيز عالي اثناء تنفيذ ضربات الجزاء. والحقيقه لما بنيجي نتكلم ونقول انه بيراميدز نادي فلوس مش اكتر، في ناس كتير بتزعل. ولما بيطلع رمضان صبحي يقول احنا عايزين جماهيرنا تساندنا، هي فين الجماهير اولا عشان تيجي تساندك؟ هل الكلمه دي مقصود بها النادي الاهلي؟ الله اعلم. ولكن كل اللي اعرفه انه بيراميدز هو نادي بني على اساس كره وعند للانديه الكبار الموجوده في الدوري المصري. والدليل ان انت على مدار 5 سنين بيراميدز لم يستطيع تحقيق اي بطوله، ولا هي محليه ولا هي افريقيه ولا حتى مركز. يمكن المركز الوحيد اللي عمله بيراميدز هو نهائي الكونفدراليه اللي اخذ فيه المركز الثاني السنه اللي قبل اللي فاتت. ولكن لما بنيجي نتكلم عن بيراميدز كنادي مؤسسه، هو من افشل المؤسسات اللي معموله حاليا في الدوري المصري. انا كنادي اتعملت علشان شيء معين، ايه هو الشيء المعين ده؟ ان انا اخد بطولات كنادي بيراميدز، كامكانيات لعيبه. انا كنادي انا ادخل افريقيا دي اخدها كلها كده على السكواد الموجود في نادي بيراميدز. ولكن السكواد مش كل حاجه، اللعيبه مش كل حاجه. انا حتى بنشوف فيوتشر ومنظومه متكامله، ينقصه فقط الجمهور. لعيبه فيوتشر، لعيبه الفيوتشر هي لعيبه جايه عارفه ازاي بتيجي البطوله، عارفه ازاي تتعامل مع المباريات الكبيره. ليه؟ عشان دي لعيبه اتعلمت كوره صح، اتعلمت تدخل المباراه بتفكير صح، على عكس لعيبه نادي بيراميدز. المباراة الثانية مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أداء مش أحلى حاجة من النادي الأهلي، ولكن إحنا عارفين ليه. نادي راجع من بطولة العالم للأندية أول امبارح، أكيد 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 مش هنستنى منه أداء سيتي، مش هنستنى منه أداء ريال مدريد، ولكن هو الأداء متواضع في إمكانيات اللاعيبة الموجودة حاليا.
مجهدة بنسبة كبيرة، والدليل الإصابات اللي موجودة حاليا سواء محمد الشناوي سواء ياسر إبراهيم. خلينا نتكلم بصراحة، طاهر محمد طاهر مش جودة ولا خامة ولا عقلية النادي الأهلي. لعيب ليه 3 سنين موجود في النادي الأهلي ما أثبتش نفسه ربع جنيه خالص، مش موجود مش موجود. ومع ذلك بتشوفه بيلعب أساسي. طب بيلعب أساسي ليه؟ عشان اللعيبة مجهدة. طب ما كهربا موجود عندك بره، ما هو مجهد. طب ما هو مجهد، ما أنت لعبت بيرسي تاو. مالكش دعوة. علامات استفهام عن عدم وجود كهربا النهارده. هل هو مصاب؟ طب ولو هو مصاب موجود على دكة البدلاء ليه؟ طب لو هو مجهد لعبت بيرسي تاو ليه؟ لعبت حسين الشحات ليه؟ ألف سلامة لمحمد الشناوي، ألف سلامة لياسر إبراهيم. محمد الشناوي هيغيب من أسبوعين ل3 أسابيع على حسب الإصابة اللي اتحددت له، أو الفحص المبدئي للجهاز الطبي للنادي الأهلي. هو شد في الخلفية، شد من الدرجة الثانية. ولكن يبقى السؤال المهم، هو أنت من إمتى بتشوف الحارس رقم 2 في النادي الأهلي بقوة الشخصية الموجودة حاليا؟ مصطفى شوبير انت بينزل المباراة ما بتحسش بأي فرق، ما بتحسش بأي فرق، سواء الشناوي سواء مصطفى شوبير سواء الحارس الثالث مصطفى مخلوف. ده بيدل على وجود مدرب حراس كبير جدا جدا وواعي جدا. ولكن الحتة المهمة هو انه الاهلي في فترة مع كولر هو اهلي افضل من اهلي مانويل جوزيه، وليس بالاداء، ومش اداء، هو ارقام. مانويل جوزيه مع النادي الاهلي في فترة الجيل الذهبي هو برونزية وحيدة فقط لا غير. ولكن البرونزية ايام مانويل جوزيه كانت انجاز. في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي هو جمهور النادي الاهلي حزين وزعلان على ضياع الفضية في كأس العالم الحالي واللي انتهى. طموح مشروع لجمهور النادي الأهلي، ولكن لا يمكن أن نقلل من جودة، لا يمكن أن نقلل من إنجاز هذا التيم. فريق صنع نفسه بنفسه وبجمهوره وبإدارته وبجهازه الفني وبمديره الفني مارسيل كولر، البارون مارسيل كولر، البارون مارسيل كولر. وخلينا ألقبه بلقب، هو السفاح مارسيل كولر، سفاح الأهلي الجديد، سفاح الجزيرة. ده بما يخص النادي الأهلي، وده بما يخص حلقتنا النهاردة. كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أشوفك على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله.